بعد ما خلعت ضرس يا دكتور مكان الخلع عمل التهاب وبقى يألمني جدا ومسبب لي ريحه مش لطيفه. ترى بقى ايه سبب التهاب وتلوث الجرح دون وازاي اعالجه بطرق بسيطه جدا هقول لك عليها في الفيديو ده. يلا بينا. السلام عليكم، معكم دكتور مصطفى هيكل، برحب بكم في فيديو جديد. التهاب الجرح بعد الخلع من المشاكل الشائعه جدا اللي بيجي العيان بيها يشتكي منها في العياده، وبتبقى مسببه له الم شديد جدا مش بيقدر يستحمله، وبيبقى مفكر انه سبب الالم دون هو الدكتور. بتبقى مسببه له الم شديد جدا ويقول لك يا ريتني ما رحت خلعت ضرسي، انا كنت خلعه عشان اتخلص من الالم، ولكن بعد ما خلعته برضه الالم لسه موجود ومش عارف سببه ايه. في الغالب مشكله الالم بعد خلع الضرس دون بيبقى سببها هو انت، لان انت ما نفذتش التعليمات اللي الدكتور قالك عليها، وبالتالي الجرح اتلوث وحصل فيه التهاب، وهو ده اللي مسبب لك الالم. زي ايه بقى التعليمات اللي انا نسيت اعملها دي؟ اول حاجه من الحاجات اللي انت نسيت تعملها هو انك تتمضمض بميه دافيه بملح بعد الخلع ب 24 ساعه عشان تنظف مكان الجرح كويس. لو في اي اكل او في اي بكتيريا موجوده في الجرح، الميه الدافيه بالملح دي هتنضفه كويس، وبالتالي مش هيحصل لك التهاب في الجرح. تاني حاجه هو انك بعد ما خلعت ضرسك اكلت على الجنب اللي فيه الخلع، والاكل دخل جواه وسبب تلوث في الجرح، وبالتالي ده هيسبب لك برضو الم بعد خلع الضرس نتيجه ان انت ما نفذتش التعليمات اللي الدكتور قال لك عليها، وهي انك ما اكلتش على الجنب التاني اللي ما فيهوش خلع وكلت على الجنب اللي فيه الجرح. تالت حاجه هو انك لعبت في الجرح بلسانك او بصباعك. دي من الحاجات المهمه جدا اللي ممكن تخلي الجرح ما يلمش بسرعه ويتاخر في انه يخف، وبالتالي هيكون عرضه اكتر انه يتلوث، لانه كل ما الجلطه الدمويه تتكون عشان تخلي الجرح يلم انت بتخش وتهدها بصباعك او بلسانك. وكمان صباعك ده انت مش ضامن ان هو ممكن يكون مليان بكتيريا وحاجات ممكن تسبب التهاب في الجرح. رابع حاجه برضو وانك بعد ما خلعت ضرسك انت طلعت على طول وشربت سجاره. السجاره برضو هتاثر على ان الجرح يلم بسرعه، وكمان هتسبب لك فيه التهاب، وهو ده اللي هيسبب لك الم بعد الخلع. فمهم جدا انك توقف تدخين لحد ما الجرح بتاعك يخف. خامس سبب برضو من اسباب الالم بعد خلع الضرس هو انك بعد ما خلعت ضرسك بدأت تاكل وتشرب اكل سخن. الحاجات السخنه دي بقى بتخلي الدم يتحرك بسرعه في مكان الجرح، وبالتالي كل ما الجرح يجي يخف ويلم يلاقي الدم ده يخرج تاني وينزف، وبالتالي هيتاخر في انه الجرح يلتئم. وعشان كده ممكن لما الجرح هيتاخر في ان هو يخف، الجرح ده ممكن هيبتدي يتلوث ويسبب لك الم. ففي الغالب سبب المشكله بتاعت الم بعد الخلع دي هو انت، لان انت ما نفذتش التعليمات زي ما قلت اللي الدكتور قال لك عليها، وبالتالي دي هتسبب لك الالم الشديد ده. ففي الغالب سبب مشكله الالم بعد الخلع دي هو انك وقعت في الاخطاء اللي انا قلت عليها دي وما نفذتش التعليمات. طيب بقى امتى الالم ده يبتدي يظهر؟ الالم ده بيبتدي يظهر بعد ما بتخلع ضرسك ب3 ايام بتبتدي تحس بالم، والالم ده بيبقى موجود في مكان الخلع نتيجه ان انت ما نفذتش التعليمات اللي احنا قلنا عليها. وطبعا الالم ده بيبقى شديد جدا واكتر من الالم اللي انت كنت جاي بيه اصلا عشان تخلع ضرسك، لانه في الغالب الالتهاب ده وصل للعظم وهيبقى مؤلم جدا. طيب بقى ايه يا دكتور هي طرق العلاج بتاعه المشكله دي؟ اول حاجه هتعملها وانك هتروح للدكتور طبعا بسرعه عشان يبص على الجرح ويبتدي يعمل لك حاجه اسمها irrigation. الirrigation ده هو ان هيجيب محلول ملحي اسمه صلاين. المحلول الملحي ده هيبتدي يغسل بيه الجرح بسرنجه، يعني هيجيب سرنجه ويملاها من المحلول الملحي ده ويبتدي يغسل بيها الجرح كويس، عشان لو في اي بكتيريا او كمان بيبقى في اكل متجمع جوه يبتدي ينظفه، عشان هو ده اللي بيبقى مسبب التهاب في الجرح. هو ممكن يا دكتور اعالج الالتهاب بتاع الجرح ده في البيت؟ ايوه ممكن. انت ممكن جدا تنزل الصيدليه وتجيب المحلول الملحي ده وتجيب سرنجه وتبتدي تغسل الجرح بتاعك 3 مرات يوميا، وتكرر العمليه دي كذا مره لحد ما الالتهاب ده يبتدي يخف معاك. هتستخدم برضو مع اللي انت هتعمله ده هتستخدم برضو غسول فم اسمه بيتادين عشان ينظف مكان الجرح كويس برضو ويأكد على اللي انت عملته، وتستخدم الغسول ده 2 مرتين في اليوم. وطبعا لو في ألم شديد فانت هتستخدم مسكن في الحالة دي عشان يقلل الألم معاك شوية لحد ما الالتهاب ده يخف. كمان من الطرق الطبيعية برضو اللي انت ممكن تقلل بيها الألم هو انك هتجيب تلج وتحطه على مكان الجرح، وممكن كمان وانت قاعد في البيت تستخدم التلج عشان تحاول تقلل بيه الألم شوية، وانك هتجيب تلجة وتلفها في فوطة وتحطها على المكان اللي فيه الالتهاب، الألم هيخف
يخف شويه معاك. مهم جدا انك تعمل التعليمات اللي الدكتور هيقول لك عليها عشان تتجنب المشكله دي خالص. وكمان التعليمات دي انا قلتها بالتفصيل في فيديو فات قبل كده، هسيبه لك في الوصف تحت، يا ريت تشوفه. ولو في اي اسئله سيبوها لي تحت في الكومنتات هرد عليها. لو عملت التعليمات دي اضمن لك بنسبه 100% انه هتتجنب خالص انه يحصل لك التهاب والم بعد ما تخلع ضرسك. وبكده نكون خلصنا حلقه النهارده، وعرفنا ازاي نتعالج الالم بعد خلع الضرس في البيت، وكمان عرفنا الطريقه اللي الدكتور بيعملها في العياده. وبكده نكون خلصنا موضوع النهارده. ما تنساش بقى لو في اي اسئله تسيبها لي تحت في الكومنتات هرد عليها. ما تنساش كمان اللايك والسبسكرايب والشير عشان كل الناس تشوف الفيديو. اتمنى لكم صحه كويسه. سلام.